السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. تخيل كده تبقى على قمة العالم، الكل بيشتري منك، الشركات بتتمنى تشتغل معاك، ومفيش اي منافس يقدر يقف قصادك، وفجأة كل ده ينهار، الناس تهرب، الاسهم تقع، والشركة اللي كانت حلم لاي مهندس تبقى مجرد مثال للغطرسة وسوء الادارة. في الجزء التاني من سلسلة حكاوي الهاردوير، السلسلة اللي بدأناها من فترة واللي هنتكلم فيها عن التاريخ المظلم للتكنولوجيا. مش بس أجهزة وقطع، لأ، دي قصص لشركات وقعت بسبب الغرور، بسبب قلة التطور أو قرارات ملهاش أي منطق. هنتكلم عن انفيديا، الشركة اللي بدأت في أوضة صغيرة على إيد 3 مهندسين، والنهاردة بقت حرفيا أغلى شركة في العالم، كل أدوات الذكاء الاصطناعي شغالة على كروتها، ومفيش أي شركة قادرة توقفها. وكمان هنحكي عن مايكروسوفت اللي بعد ما نزلت ويندوز 10 بقت عارفة كل حاجة عنك، حتى اللي كنت بتكتبه على الكيبورد كانت عارفاه. يعني باختصار انت كنت متهكر بس بطريقه شيك شويه. كل ده ولسه في اكتر، قصص، كوارث، قرارات خرافيه، وفضايح من اللي انت بتحب تسمعها وانت شارب شاي. كل ثانيه في الحلقه دي مهمه جدا جدا وهتفيدك قوي كمان، فكمل معايا للاخر. بس قبل ما نبدا، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعي لاخواننا المستضعفين في كل مكان. دلوقتي ممكن يجي حد يقول لي بعت القضيه بكام، انت خلعت من الحمله ولا ايه؟ فاحب اطمنك واقول لك لا يا صديقي، انا لسه مستمر والحمله شغاله، وهتفضل شغاله لاطول وقت ممكن باذن الله. مفيش فايدة. مفيش فايدة. لحد ما نوصل لحل فعلي لقضية الإنترنت في مصر، لأنها مش قضيتي أنا لوحدي، دي قضية شعب وأمة كاملة. أنا قدمت 7 فيديوهات عن الإنترنت في مصر، وكل فيديو فيهم أحسن من التاني، كل فيديو فيهم فيه كنز من المعلومات، توعية، رد منطقي على كل الحجج اللي بيقولوها. دي فيديوهات مش بس توعيك، دي فيديوهات كفيلة إنها تخليك مؤمن بالقضية ديت وتخليك مكمل معانا للآخر، لأن دي مش حملة يوم ولا اتنين، دي قضية ناس كتير بيعانوا يوميا بسبب الإنترنت المحدود. مش عايز لجنة أو شخص ملوش لازمة يهزك ويخليك تستغنى عن القضية. وفي وسط ده كله بقى يا صديقي، حابب اقول لك حاجه مهمه جدا. انا عندي محتوى اساسي، انا مهتم بالهاردوير والتكنولوجيا عموما، والمحتوى ده انا مستمر فيه بشكل منتظم. يعني لو لقيت بتكلم عن الهاردوير ما تقولش ده بقى على القضيه، انا ماشي في الخطين، مستمر في حمله انترنت غير محدود، ومكمل في تقديم محتوى تقني محترم، لان الاتنين في الاخر بيخدموا الناس وبيوعوا الجمهور، وده هدفي الحقيقي. لكن خلينا نرجع لموضوعنا النهارده. طبعا زي ما قلت لك في الاول، ده الجزء الثاني من سلسله حكاوي الهاردوير. النهارده هنكمل بس من زاويه تانية تماما، هنتكلم عن الشركات اللي كانت فوق وكانت بتحكم العالم وفجاه وقعوا، عن انتل اللي كان زمان العملاق اللي ما بيتهزش ودلوقتي بتسرح موظفينها وبتحقق خسائر كارثيه. وخد عندك مايكروسوفت اللي يوم ما قررت تتجسس على الناس عملت كوارث وخلت العالم يعيد تفكيره تاني في خصوصيه. وهنختم بالحوت اللي واكل السوق، انفيديا، الشركه اللي النهارده بتتحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي والميتا فيروس. خد لك نفس عميق وهات الشاي الجميل بتاعك، ويلا بينا نغوص في اعمق واظلم زاويه في عالم التكنولوجيا. تعال نبدأ بالقصة اللي بتتكرر دايما، شركة تنجح نجاح جبار وتوصل للقمة وتحس انها وحش لا يقهر، وفي الاخر الشركة دي تنهار. شركة دي اي سي كتير ممكن ما يسمعش عنها، كانت تاني اكبر شركة كمبيوتر بعد اي بي ام في الثمانينات، وكان عندها اجهزة ميني كمبيوتر خارقة في وقتها. بس لما ظهر البي سي قالوا عليه لعبة اطفال ورفضوا يتجهوا للسوق ده. مؤسس الشركة كين اولسون قال بالحرف: نو ون نيدز ا كمبيوتر ان ذير هوم، يعني مفيش حد محتاج جهاز كمبيوتر في بيته. لو كنت عايش دلوقتي يا حاج كين. والنتيجة بقى قعدوا شايفين نفسهم فوق الكل، والشركة دي ماتت، وحاليا قليل جدا اللي يعرفها. المفاجأة بقى يا صديقي ان وقتها شركة مايكروسوفت كانت لسه في البدايات، وعرضت عليهم نسبة من الشركة فرفضوا، وبعدها ب10 سنين ما عادش بقى ليهم وجود في السوق. تقدر تقول نفس القصة دي حصلت مع نوكيا يا معلم، اللي رفضت الاندرويد، وبلاك بيري اللي كانت شايفة نفسها فوق الكل. لكن احنا النهاردة هنركز على كذا شركة كبيرة حاليا، منهم انتل. واقدر اقول لك من هنا بدأت حلقة النهاردة، اللي فات كان هزار. في التسعينات واوائل الالفينات لو جهاز الكمبيوتر مش عليه لوجو انتل انسايد يبقى ملوش لازمه. كانوا متفوقين في كل حاجه، معالجات، اداء، شراكات مع مايكروسوفت، اسم تقيل وميزانيات بالمليارات. لو سالتك دلوقتي وقلت لك كويس لحد هنا هتقول لي اه كويس، هقول لك الله ينور عليك، بس ناقصك تفصيله صغيره. وانا قلبت على المواطن سعيد كده ليه؟ المهم بقى يا صديقي انه انتل رفضت عروض كتير جدا كانت ممكن تنقلها لحته تانية خالص. ابل راحت لانتل سنه 2005 وطلبت منهم يصنعوا المعالج الاساسي الاول ايفون. انتل قالت لا، وقالت الايفون ده مش هيحقق مبيعات كبيره. ابل بعدها راحت لارم، والباقي تاريخ مش محتاجين نحكي عنه. عارف يعني ايه؟ يعني انتل كانت ممكن تسيطر على سوق الموبايلات من البدايه اصلا، بس الغرور عماها. تاني كارثه وهي مشروع كروت الشاشه اللي كان ممكن يوديها في حته تالته. بقى سنه 2009 انتل بدات مشروع اسمه لارا بي، هدفه انتاج كروت شاشه
عشان تنافس بقى انفيديا واي ام دي، صرفوا ملايين الدولارات، بس المشروع وقفوه بحجه انه كان مكلف وانه سوق كروت الشاشه لسه بدري عليه. رجعوا يحاولوا تاني في 2018 بس بعد ما السوق بقى في جيب انفيديا خلاص. من 2020 وانتل بتخسر حصتها من السوق قدام اي ام دي، والمعالجات بتاعتها بقت اضعف في السعر مقابل الاداء. الشركه الضعيفه الصغيره اللي انتل كانت شايفه انها بتلعب بقت قيمتها التسويقيه ضعف قيمه انتل. سنه 2023 و24 بدات الاخبار تطلع ان الشركه بتسرح الاف الموظفين وبتقفل مصانع وبتخسر في اسواق كتير جدا. المحللين بيقولوا انه لو الوضع ده كمل كده انتل ممكن تتفكك. بس تعالى بقى للكارثه الاكبر. سنه 2018 شركه صغيره كده لسه بتبدا في الذكاء الاصطناعي اسمها اوبن اي اي، الشركه اللي اطلقت شات جي بي تي. الشركه دي يا معلم راحت لانتل وقالت لهم ايه رايكم تستثمروا معانا $1,000,000. المشروع شكله جامد وهيغير شكل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. انتل بصوا لبعض كده وقالوا مليار عشان شويه ذكاء اصطناعي؟ لا لا لسه بدري على الحوار ده، الذكاء الاصطناعي فكنا منه. قال ايه؟ كانوا شايفين ان الذكاء الاصطناعي فتره صغيره كده وهتعدي ولسه بدري عليه. النهارده بقى يا صديقي اوبن اي اي قيمتها عشرات المليارات، وانتل بتقفل فروع وبتقترض عشان تكمل مشاريعها. عارف لو كانوا وافقوا كانوا بقوا النهارده في جيبهم السيطره على واحده من اهم تقنيات العالم. بس لا، العند والغرور قالوا كلمتهم. عارف بقى ايه المرعب في القصه دي كلها؟ انك انت شخصيا ممكن تبقى زي انتل من غير ما تحس، تجيلك فرصه تغير بيها مستقبلك وتقول لا عشان مش مقتنع او تفتكر انك كبير على الفرصه دي. لكن الفرق الوحيد انك مش شركه قيمتها مليارات، انت بني ادم بسيط بيبدا من الصفر، وكل فرصه بترفضها ممكن تكون ضيعت عليك حاجات كتير ممكن توصل لها. فما بالك بقى لما تبقى شركه كبيره بحجم انتل ترفض اوبن اي اي وترفض ايفون وتركن مشروع كروت الشاشه على جنب عشان بيصرف كتير، وترجع له بعد 10 سنين لما خلاص السوق اتقفل. تعالى بقى نتكلم عن مايكروسوفت وازاي كانت بتتجسس على العملاء، وبعدها نختم بانفيديا. مايكروسوفت طول عمرها معروفه بالسيطره، بس مع ويندوز 10 حصلت حاجه غريبه. في التحديثات بداوا يضيفوا مميزات بتجمع بيانات عن المستخدمين، المواقع، البرامج اللي بتفتحها، الكتابه اللي بتكتبها حتى. والكلام ده كان من غير موافقه مباشره من المستخدمين، ومستخدمين كتير جدا اعتبروه تجسس صريح. تقدر تقول نفس اللي بتعمله سامسونج دلوقتي، بس لسه احنا ما نعرفش حقيقه الموضوع ده. اللي زود الطينه بله بقى ان مايكروسوفت كانت بتزق الناس بالعافيه على التحديثات الجديده، وساعات من غير ما يسالوك اصلا بيحدثوا مع نفسهم. وفي 2020 الاتحاد الاوروبي حقق معاهم بسبب موضوع الخصوصيه وتفرض عليهم رقابه. كل ده خلى ناس كتير جدا تبدا تفكر في بدائل زي لينكس، وبدات صوره مايكروسوفت تتشوه عند شريحه كبيره من المستخدمين. رابعا واخيرا انفيديا الوحش الكاسر اللي واكل السوق ومسيطر عليه، والحته دي بقى هنحكي فيها كتير جدا وهنغوص في التفاصيل. البدايه كان فوضى صغيره سنه 1993 لما 3 مهندسين قرروا ان الالعاب محتاجه كروت جرافيك اقوى بكتير من اللي كانت موجوده ساعتها. وقتها الكمبيوتر كان عنده معالج واحد بيشغل كل حاجه، صوت صوره حسابات وكل حاجه تقريبا. فقالوا طيب ليه ما نعملش قطعه مستقله مسؤوله بس عن الجرافيك؟ وهنا اتولد اول مفهوم للجي بي يو، يعني معالج رسوميات. وده كان اختراع غير شكل الكمبيوتر تماما. وفي التسعينات انفيديا نزلت كروت زي ريفا 128، بس الضربة القاضية كانت سنة 1999 لما نزلت كارت اسمه جي فورس 256. عارف ده كان ايه؟ اول كارت جرافيك في العالم يتوصف رسميا بجي بي يو. ومن هنا بقى كل سنه كارت، وكل سنه اداء اعلى، وكل سنه سيطره اكتر. انفيديا مش بس بتصنع كروت شاشه للجيمنج والشغل والكلام ده. في الاول الناس كانت فاكره ان انفيديا بتاعت الجيمرز بس، لحد ما العلماء بداوا يلاحظوا ان كروت الشاشه بتاعتها ممكن تعمل عمليات معقده اسرع من البروسيسور نفسه. يعني مثلا تدريب نموذج ذكاء اصطناعي بياخد شهور على البروسيسور العادي، بس بياخد ايام او ساعات على كارت انفيديا. اللي حصل بقى يا صديقي ان الشركات والعلماء قالوا طيب ده حلو احنا عايزين منه. سنه 2012 العلماء اكتشفوا انه تدريب خوارزميات زي الشبكات العصبية أسرع بكتير على الجي بي يو من السي بي يو. ومن هنا انفيديا غيرت طريقة تسويقها، ما عادش بيتكلموا عن الجيمرز بس، بقوا بيكلموا الجامعات، مراكز الأبحاث، شركات التكنولوجيا العملاقة. لك أن تتخيل يا صديقي أوبن اي اي، جوجل، أمازون، مايكروسوفت وغيره كتير جدا، كل الشركات ديت دلوقتي بتعتمد على كروت انفيديا لتدريب الذكاء الاصطناعي بتاعها. الاتش 100 ده كارت مش هتشوفه في أي بي سي عادي، ده شغال في مراكز البيانات العملاقة عشان يشغل نماذج زي شات جي بي تي، جيميناي، كلاودي. وبالمناسبة سعر القطعة واحدة من الاتش 100 ممكن تتعدى ال $30,000 عادي جدا. طيب ايه رأيك انا هفاجئك واقول لك انه انفيديا بقى داخله في كل حاجه تقريبا، مش سايبه حاجه، دايسه في كله ومش شايفه حد يعمنا. تخيل ان عربيات تسلا فيها شريحه من انفيديا مسؤوله عن تحليل الكاميرات والرادارات اللي بتشغل القاده الذاتيه. قبل مثلا استخدمت اجزاء من تكنولوجيا انفيديا زمان في اجهزه الماك القديمه قبل ما تعمل شركاتها الخاصه. وفي امازون يا صديقي ويب سيرفايس بتوفر سيرفرات فيها كروت انفيديا لتشغيل اي مشروع ذكاء اصطناعي. انفيديا تكتفي بكده؟ لا طبعا، حتى مجال الافلام والسينما دخلت فيه. في افلام كتير جدا بلاش نقول اسمها عشان ما تاخدوش سيئات على قفايا،
قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله. المهم انه الافلام دي فيها مؤثرات اتعملت على محطات شغل بكروت انفيديا. في منتصف 2024 انفيديا عدت مايكروسوفت وابل في القمه السوقيه، يعني الشركه اللي بدات بكروت جرافيك بقت اغلى شركه تكنولوجيا في العالم. ليه بقى؟ لان كل الشركات دلوقتي محتاجه الذكاء الصناعي، وكل ذكاء صناعي محتاج انفيديا. اللي جاي بقى ده يا صديقي مش هيخليك تصدق كل اللي تشوفه، وادينا شايفين اللي حصل مع فيو 3 سنه 2025. انفيديا اعلنت عن جيل جديد من الكروت اسمه بلاك ويل. النموذج ده اسرع وافضل بكتير من الاتش 100. ده هيشغل الجيل الجاي من الذكاء الاصطناعي، واللي هيوصل لمستوى قريب جدا من الوعي البشري. وتخيل الشركات بتحجز الكروت دي بالسنه من قبل ما تنزل، وفي ناس بتقول ان انفيديا بقت احتكار ومحدش عارف يلم الشركه ديت. كل الذكاء الاصطناعي بيدور حواليها، تقريبا كل الشركات تحت رحمه انفيديا. شفت اللي بتعمله مصرية الاتصالات فينا في مصر هنا؟ انفيديا عاملاه في العالم كله. جوجل وابل وغيرهم بيحاولوا يطوروا شرايح بديله، بس لحد دلوقتي مفيش حد قادر يقرب لانفيديا. انفيديا بقت حرفيا المخ اللي بيفكر لكل اجهزه المستقبل. وبس كده يا صديقي، دي كانت بس بداية التاريخ المظلم للتكنولوجيا. لسه في قصص كتير عن شركات تانية استغلتك، باعوك او حتى استعبدوك من غير ما تحس. تابعنا عشان الحلقات الجاية اجمد بكتير باذن الله. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع حد حاسس انه هيستفيد من الحلقة. قول لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة صدمتك في الحلقة دي. وبس كده يا صديقي، والسلام.